احنا ابطال السوبر. علشان ما تفكرش في يوم من الايام ان انت تطلب الاهلي، علشان ما تفكرش في يوم من الايام ان انت تطلب الاسد، علشان لما تطلب الاسد اتحمل بقى نتيجة الموضوع هيبقى عامل ازاي. قبل الماتش قلتوا عايزين الاهلي عايزين الاهلي، اهو جه الاهلي وحضر، بس اللي يتحمل نتيجة كلامه. الاهلي جه وحضر وعمل ماتش كبير وعمل ماتش محترم وعمل ماتش يليق باسم النادي الاهلي ويليق بلعيبه كمان النادي الاهلي اللي احنا هنتكلم عنهم كتير وهنتكلم فنيا عن الماتش كتير، ولكن لازم نسلط الضوء على كام حاجة مهمين كده. الاول، انا في قبل المباراه ب 24 ساعه نزلت فيديو مدته دقيقه ونص، قلت فيه 3 حاجات محتاجهم الاهلي علشان يكسب الماتش بمنتهى السهوله. قلنا اول حاجه الدفاع، ثم الدفاع، ثم الدفاع، وده اللي اتكلم فيه المدير الفني بعد الماتش. الاهلي ظبط دفاعه كويس جدا. الاهلي قدم الضغط العالي على الزمالك من اول دقيقه لحد تقريبا دقيقه 25 وهو بيضغط ضغط عالي جدا على الزمالك. افقدوا كتير جدا الكرات، كان في ميس باص كتير جدا حتى من الفرقتين، ولكن الزمالك كان اكتر لان الاهلي كان ضاغط في منطقه الهجوم. فانت النهارده قدام حدث لا مهم جدا، طلعت منه بمليون حاجه كويسه، عملت في الماتش مليون حاجه كويسه. الماتش كان لازم الحمد لله يبقى من نصيب النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان مركز قوي. دي تاني حاجه طلبناها من لعيبه النادي الاهلي، التركيز يا جماعه. ولعيبه النادي الاهلي ركزت كويس جدا في الماتش، عملوا ماتش كبير جدا بجد، يعني حاجه محترمه جدا الماتش. تحس النادي الاهلي بيفوق في الماتشات الكبيره، النادي الاهلي بتاع المواقف الكبيره، النادي الاهلي حاضر في المواقف الكبيره. فانت ما تفكرش بدماغك ان انت تطلب الاهلي عشان لما بيجي الاهلي ويحضر بتحس ان العفريت حضر وخطف منك الماتش، يعني ايه زي ما انت عايز. بس ولكن لازم نتكلم على احمد السيد زيزو، الراجل اللي تحمل ضغوط كبيره جدا جدا من جماهير الزمالك. اللي بيعملوه ده يا جماعه والله العظيم ملوش مسمى عندي، يعني ما تفهمش الناس دي بتشتم بالطريقه دي ازاي واحنا في دوله عربيه، ويعني والناس حاضره معاك وانت برضه مصمم ان انت تشتم احمد السيد زيزو علشان تخرجه من تركيزه. ولكن الولد كان على المستوى كويس جدا، تحمل ضغوط جماهير نادي الزمالك اللي هي اصلا من مباراه الزمالك وبيراميدز وهي بتشتم في احمد السيد زيزو، وانت ما تفهمش ليه الحقد والكره بالطريقه دي. الراجل يتشتم النهارده بامه وبوالدي يعني وابوه ومراته واهله، ليه يا عم انت في ايه؟ وانت بينك وبينه طار يا عم، ما يروح الحته اللي هو عايزها يا عم، ولا يفرق معاك ولا يشغلك. ولكن انت عايز النهارده ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وانت اصلا بتشتم في اللعيبه وبتقول يعني حاجه اللي تهدف يا جماعه والله العظيم. يعني حتى لو الكلام ده كان في يوم من الايام عمله جمهور النادي الاهلي صدقني كنت هنتقده واقول عليه حاجه مش كويسه. يعني ينفع النهارده 30 ولا 20 الف متفرج يقعدوا يشتموا في لعيبه وعايزين يوقعوه نفسيا وعايزين يضربوه ان هو ما يلعبش كويس وعايزين ان هم يشوفوه منهار؟ وانا يعني لا يا جماعه مش كده. انت يا باشا اللي ما عرفتش تجدد له انا ماليش دعوه، يعني مشكلتك وانت تحلها. الراجل قعد معاك وشهر واثنين وثلاثه وانت اللي سبت عقده مفتوح وانت اللي ما عرفتش تجدده. انا ذنبي ايه؟ وذنب اللعيب ايه ان هو يعيش في المشاكل اللي عايش فيها نادي الزمالك دلوقتي؟ فانت النهارده ما تجيش تعمل في الراجل كده، يعني لا يا جماعه والله العظيم، يعني حتى اخلاقياتنا ما تسمحش بالكلام ده كله. يعني احنا النهارده بنقول نادي الزمالك نادي كبير، لعيبه الزمالك لعيبه كبيره، ولما انت تاخد كمان بطوله من نادي الزمالك ليها طعم تاني. يعني مهما تقول لي الاهلي وبيراميدز والنديه والاثنين سكواد كبير، ولكن يا باشا يظل الزمالك هو الزمالك وتظل لعيبه نادي الزمالك هي لعيبه نادي الزمالك. تخيل معايا سيناريو لو الجون بتاع سيف الدين الجزيري اللي هو عليه لغطه يعني والحكم لغاه، تخيل ان الجون ده دخل الزمالك كان هينتفض وكان ممكن يرجع. وشفنا ماتشات كتير للاهلي والزمالك بالذات في كاس السوبر، يعني كاس السوبر لما كان مع فايلر والاهلي كان فايز 3-0 يعني في ربع ساعه انت شفت الزمالك بيجيب هدفين بضربتين جزاء. فلا الاهلي والزمالك غير يا جماعه، وجمهور الاهلي والزمالك غير، وتحمل الضغوط من اللعيبه غير. احمد سيد زيزو تحمل كل الضغوط الراجل وعمل ماتش كبير جدا جدا. يعني انت لو شفت الرسمه الحراريه بتاعه المباراه كلها هتشوف احمد السيد زيزو في كل حته في الملعب بسم الله ما شاء الله عامل زي النحله. الراجل بيستلم ويسلم ويروح نص الملعب ويطلع ويشوط وعامل واكتف جدا على الجون، والراجل بيعمل كمان يعني التمريره بتاعت الجون الاولاني. لا احمد سيد زيزو يا جماعه
بجد يعني زي ما انتقدناه في اوقات معينه لازم نشيد بيه في اوقات معينه، ولكن علشان تتكلم كمان على الاشاده لازم تشيد بتيم النادي الاهلي كله، لازم تشيد بالمدير الفني اللي قدر ان هو يأهل اللعيبه قبل الماتش. وعندنا كان عندنا شويه مشاكل، وطالعين من تعادل قدام بتروجيت وطالعين من تعادل قدام المصري، والدنيا يعني الاداء مش قد كده، ولكن الراجل لم بالفرقه. لعبنا ماتش قدام سيراميكا كليوباترا وقدرنا نكسبه عن جداره 2-0 2-1، وقعدنا نقول ساعه ضربه جزاء مش ضربه جزاء، المال الحرام والقصه، والزملكاويه يعني بيقولوا اللي هم عايزينه واحنا ما عندناش مشكله. فانت قدرت ان انت تكون انت البطل. النادي الاهلي متعود ان هو يكون البطل. النادي الاهلي ما ينفعش في الاوقات الصعبه دي غير ان هو يكون البطل. الاهلي بيلعب تحت الضغوط يا جماعه كويس جدا. ولو انت هتكلمني فنيا من الراجل المدير الفني، انا يعني زي ما قلت لحضرتك، واحنا مش هنقيم المدير الفني تقييم كامل، ولكن الراجل ادى اللي عليه. الراجل عمل يعني من الطحين شربات. الراجل بيعمل جمل، وشفنا تغيير في الخطه مره واثنين وثلاثه، وكوكا مش مطلع الفينا من جيبه، ولا مطلع الولد اللي اسمه شيكو بنزا ده اللي بيعمل حاجات غريبه في اوضه اللبس وفي الماتشات. الراجل يعني ما طلعهمش من جيبه. الراجل عمل ماتش كبير عليهم. لعيبه النادي مروان عطيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه بالجون اللي هو جابه، علشان فعلا مروان عطيه يستحق ان هو يكون احسن لاعب في الماتش. ولكن هنتكلم عن تقييم اللعيبه، ولكن لما تيجي النهارده تتكلم خططيا او تتكلم ان انت كنت حاسس الماتش قبليه عامل ازاي. انا واحد من الناس والله العظيم يا جماعه كنت بشجع الزمالك علشان يكسب بيراميدز، عشان اقابل الزمالك، عشان مقابله الزمالك وان انت تاخد البطوله من الزمالك، دي حاجه في منتهى السعاده تخليك مبسوط وقاعد كده ايه يعني. صحيح قعدت 90 دقيقه بجد والله العظيم، قعدت 90 دقيقه على اعصابي مستني الاهلي يجيب جون. حسيت ان الاهلي لو ما جابش جون في اول 20 25 دقيقه الامور هتتصعب شويه، ولكن لا، لعيبه النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا كده كانوا بيشدوا في لعيبه نادي الزمالك، مستغلين اي فرصه. اليو ديانج اللي بيقدم ماتش عظيم جدا، ماتش عظيم جدا يا جماعه. اليو ديانج الدبابه بصراحه، مش عارف الراجل ده هيسيبنا ويمشي ازاي، وازاي مش هيكمل مع النادي الاهلي. اتمنى ان هو يسمع صوت جماهير النادي الاهلي ويكمل. النهارده لما تشوف فرقه النادي الاهلي تحولت التحول ده من اداء متذبذب لاداء ثابت، وقلنا زي ما قلنا لحضراتكم يعني الدفاع كان اهم حاجه. فلعيبه النادي الاهلي او دفاع النادي الاهلي ياسر ابراهيم وياسين مرعي واحمد كوكا ومحمد هاني، لا يا جماعه لا، عملوا ماتش كبير. محمد هاني بسم الله ما شاء الله ننتقده، ولما يعمل ماتش كبير نتكلم عليه كويس يعني. بس احنا عايزينه في حاله استمراريه دايما، يعني عايزين دايما الحاله الفنيه لمحمد هاني تبقى اعلى من كده. الراجل عامل ماتش كبير. محمد الشناوي للمره الثانيه برضه بيغلط، ولكن يعني يحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الكره بتاعت سيف الدين جزيري دي ما جاتش، لان هو ليه ماتشين ثلاثه بيغلط نفس الغلطه، يعني ما بيقدرش الكوره في الهوا صح. فلا، ماتش كبير زي ده كان ممكن الكره تدخل جون هتعمل لك مشاكل. ولكن يعني لو هنتكلم على كل اللعيبه، اشرف بن شرقي وزيزو يا جماعه، لما زيزو يرفعها لاشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي يثبت عواد بالطريقه اللي هو عمله فيها، يعني احلى ما في الجون ان انت تشوف تثبيته عواد، تبص كده على عواد لا متثبت تماما. الراجل ما بيتفرج على الكوره، ما عملش حاجه غير ان هو يتفرج. وبعد ما دخلت الكوره جون تحس الولد قهر على عينيه بصراحه. خلينا نتكلم معاكم بمنتهى الامانه، الولد مش مصدق ان بن شرقي جاب الكوره حتى من غير ما يبص على الجون. الراجل يعني متقن جدا لدرجه ان هو الكوره في الزاويه اللي هناك دي خلاص الموضوع منتهي. خلاص هو الراجل استلم الاستلام الجميل جدا، وزي ما بيقول 3/4 الجون الاستلام. الراجل استلم كويس جدا. احمد سيد زيزو حطها له حلو جدا، وعشان كده زي ما قلنا زيزو لا هتتكلم عليه كتير. زيزو تحمل الضغوط كتير. زيزو اللي شافه في البطوله دي من جماهير الزمالك صعب جدا. بس خلاص يعني كده انا احساسي بيقول لي خلاص كده الموضوع انتهى. جماهير الزمالك مش هتعمل حاجه تاني مع زيزو. جماهير الزمالك مش هتشتم زيزو تاني، ومش هتتكلم ولا تقول ان هو جعان، لان هم شافوا الراجل مركز. انا ماليش دعوه بيكم، اشتموا زي ما انتم عايزين، ولا في دماغي اي حاجه. نشيد بكل لعيبه النادي الاهلي، نشيد محمد علي بن رمضان اللي هو نزل في اخر الماتش وكان فدائي، نشيد باشرف بن شرقي، نشيد بزيزو. زي ما الفتره اللي فاتت قلنا ان لعيبه النادي الاهلي لا المفروض يقدموا احسن من كده، لازم يلعبوا علشان النادي الاهلي، لازم يلعبوا علشان كيان النادي الاهلي.
لعبوا عشان النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، وشفنا لقطات عظيمه جدا بعد الماتش، لقطات عظيمه جدا بعد الماتش. الناس اللي كانت بتقول لك لعيبه الاهلي بيتخانقوا مع بعض ولعيبه الاهلي ما بينهم مشاكل، وانا واحد من الناس قلت الكلام ده، قلت هل لعيبه النادي الاهلي بينافسوا على بعض؟ ولكن مش يعني ما فيش مشكله، انا غلطان يا عم. الراجل لما يطلع حسين الشحات ويحلف بالله ان ما في اي شيء من اللي بيتقال في الاعلام ده في اوضه اللبس، ولا بينافسوا على بعض، ولا في مشاكل ما بينهم بعض، لا يا باشا صدقتك، ما عنديش مشكله خلاص. اقول انا غلطان ما عنديش مشكله، يعني الواحد طالما شايف ان هو قال حاجه وهو غلطان فيها انا ما عنديش مشكله عن الاعتذار. انا بعتذر لك يا باشا، بعتذر لك واتاكدت تماما ان مفيش مشاكل ما بين لعيبه النادي الاهلي. شوف الحب ما بين زيزو وحسين الشحات اللي بيلعب مكانه، شوف الحب من لعيبه النادي الاهلي مستنيين زيزو عشان يرفعوا الكاس. يعني هو ده الترابط اللي احنا بنقوله. خلي بالك يعني المدير الفني ليه دور كبير جدا. الراجل اللي دخل بابتسامه وضحك على اللعيبه، ابتسامه ما راحتش من على وشه بصراحه، عمل بصراحه دفاع محترم جدا، ووظف اللعيبه ومركزهم تمركز محترم جدا. افقدوا امبارح الزمالك خطورته تماما، يعني هي كانت خطوره نادي الزمالك واقفه من عند نص الملعب، كل ما يعدي نص الملعب يلاقي اليو ديانج ومروان عطيه، فكده شكرا يعني. فاحنا لو هنتكلم عن تقييمات اللعيبه ونقيم اللعيبه، اتمنى يا رب ان انا اقيم اللعيبه التقييم المظبوط بتاعهم، وهناخدهم ايه واحد واحد. محمد الشناوي بالنسبه لي 6 من 10، وما يزعلش علشان هو اخطا خطأين ما ينفعش ان هو يخطئهم. يعني انت النهارده لازم تقدر الكوره كويس جدا، لازم تبقى طالع في الوقت المناسب. الماتشات الكبيره بتخلص بتفاصيل صغيره يا شناوي، وانت عارف الكلام ده كويس. محمد هاني نديله طبعا 9 من 10، مفيش كلام. ياسر ابراهيم 7 من 10. مع ياسين مرعي ياخد 9 من 10 عشان هو عمل ماتش محترم جدا جدا دفاعيا، حاجه بسم الله ما شاء الله. كوكا ما طلعش لا شيكو بنزا من جيبه ولا الفينا، فالراجل ياخد 9 من 10. تيجي على نص الملعب لما تتكلم على مروان عطيه اللي ربنا كافئه بالجون، يعني عمل ماتش كبير جدا، واليو ديانج عمل ماتش كبير جدا، الاثنين ياخد 9 من 10. زي ما بيقولوا كده انا مخلي ال10 من 10 لاحمد السيد زيزو، علشان هو اللي تحمل، علشان هو اللي تعب جدا في الماتش ده، علشان هو اللي بذل مجهود كبير جدا، اكتر واحد في لعيبه النادي الاهلي بذل مجهود. الراجل عمل ماتش للتاريخ. انا بوجهه نظري ده الراجل دخل خلاص في مود النادي الاهلي، الراجل خلاص دخل في تركيز النادي الاهلي. البطوله دي ثمارها على النادي الاهلي هتشوفه كبير جدا، البطوله دي هتدي افضليه كبيره للنادي الاهلي، والناس تصلح اخطائها بدون ضغوط، والناس تشوف لان الكابتن صلاح الدين لما يقول لك انا عندي اخطاء عندي مشاكل، ولكن لما اصلحها في وقت ان انا اكون كسبان فيه غير لما اصلحها في وقت ضغوط والجماهير بتضغط والدنيا بتضغط. ولكن زي ما قلنا النادي الاهلي يعدي الشهرين اللي جايين، يحاول ان هو يكسب ماتشاته في بطوله افريقيا. المجموعه صعبه جدا، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هيطلع فيها اول مجموعه. لما نكمل بقى تقييمات النادي الاهلي، لما اتكلم على جريديشار عمل ماتش كويس فياخد 6 من 10. لعيبه النادي الاهلي كلها يا جماعه والله العظيم بجد تستاهل. اشرف بن شرقي ده بالنسبه لي خارج التقييم، يعني الراجل خارج التقييم، فنان يا جماعه والله. هو وزيزو فنان، وده يحرق قوي جماهير نادي الزمالك، يعني تلاقيهم زعلانين قوي، يعني يا بن شرقي وزيزو كده ينفع ومش عارف ايه، كنا في يوم من الايام بنهتف لك دلوقتي بتجيب فينا جون. لا زعلوهم امبارح جامد جدا، ولكن هم يعني ما يزعلوش مني، لا انتوا طلبتوا النادي الاهلي والنادي الاهلي جه والنادي الاهلي حضر، وزي ما بيقولوا كده العو حضر.